النهارده الجمعه، محتاج اقول لك هنعمل ايه؟ ايه الاخبار يا ناس حلوه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في الحلقه ال 16 تقريبا من حكاوي الجمعه. النهارده الحكاوي هتكون عني انا، مش حكاوي المتابعين، والنهارده مش عايز منكم قصص، فما حدش يتعب نفسه ان هو يكتب لي قصص تحت الفيديو ده. من الاخر ما تكتبش الحكاوي بتاعتك غير لما اطلبها، عشان غير كده انا مش هعرف اشوفها، مش هعرف اقراها. فلو سمحت استنى لما اطلب منك قصص وبعد كده اكتبها لي تحت. المهم خلينا بقى نخش في قصص النهارده. طبعا يا جماعه اللي متابعني من زمان قوي 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 عارف اكيد مين عوني. كان بيطلع معايا زمان في القناه، طلع معايا في فيديوهات كتيره جدا، الفيديوهات دي كلها دلوقتي انليستد، بس كان بيطلع معايا في القناه كتير. مين عوني ده من اصدقائي المقربين جدا جدا جدا، والكوميدي في الموضوع ان انا كنت عايش معاه في نفس الشارع بالظبط لمده اعتقد 15 سنه، لا 16 17 سنه قبل ما اقابله. لان اللي حصل ان انا قابلته في الجامعه بتاعتي، وبعدين اكتشفت معاه في الجامعه ان هو عايش معايا في نفس الشارع، فده اللي خلانا نقرب من بعض شويه. المهم الشخص اللي كان عايش حوالي 17 سنه بعيد عني دقيقتين وانا ما اعرفش ده، ليا معاه مواقف متخلفه جدا. فالنهارده انا هحكي منهم شويه، وبعدين هحاول ان انا اجمع ان شاء الله شويه كمان واحكيهم في مره ثانيه، وانا بتكلم معاه اصلا في الموضوع عشان نعرف ايه القصص اللي ناقصانا وكده. عموما خلينا نخش في القصه الاولى. اول قصه يا جماعه حصلت في رمضان، واعتقد ان انا حكيتها في ستريم قبل كده، وهي قصه قصيره جدا بس قصه حزينه شويه. اللي حصل اللي كان في مره عوني كان بيفطر عندي في البيت، تمام؟ اول ما جينا نفطر يعني كان الاذان بيأذن خلاص المفروض واحنا خلاص هنبدا في الفطار، سمعنا صوت غريب جاي من الشارع بتاع بيتنا. واحنا الشارع بتاع بيتنا ما كانش واسع قوي، يعني كان بالعافيه بيقضي عربيتين مع بعض. هو واسع بس كمان العربيات كلها بتركن فيه، فما كانش في مكان العربيات تمشي فيه، تمام؟ اللي عايز اقوله يعني ان العماره اللي قدامنا مش بعيد عننا قوي. المهم انا وعوني قاعدين في امان الله مستنيين عشان نفطر، وقاعدين على البي سي بتاعي وكل حاجه ماشيه تمام. مره واحده نسمع من الشارع صوت بنت بتقول التاكسي ده حرامي، التاكسي ده حرامي. اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ساعتها ان انا وعوني جرينا نبص من الشباك ايه اللي بيحصل بالظبط، ولقينا في بنت محجبه بتجري ماسكه شنطتها وبتجري ورا تاكسي ماشي بسرعه جدا جدا بيحاول يكت، وكان في ناس في الشارع، وكان في ناس واقفه في البلكونات، وكان في ناس واقفه في كل حته، ومحدش فيهم حاول يساعد البنت دي عشان اللي كان بيحصل ده كان وقت الفطار. ساعتها انا وعوني بصينا لبعض اللي هو احنا المفروض نعمل حاجه، وبعدين كل الناس اللي في العماير، انا كنت بقول لكم على العماير ليه؟ لان العماير كلها شايفه بعض، فكله عمال يبص لبعض اللي هو يا اخوانا هتنزل انت؟ لا انا مش هنزل، انا في فطار. محمد تنزل انت؟ بس والبنت قاعده تعيط في الشارع ومحدش عبرها لغايه ما الفطار خلص تقريبا، والناس نزلت لها تشوف ايه مالك يا حبيبتي ايه اللي بيحصل بالظبط. فدي اول قصه كده بس عشان تديكم لمحه عن قد ايه حظي مع الواد ده غريب شويه، يعني بنبقى قاعدين مع بعض والمواقف بتجيلنا لوحدها، الحاجات الغريبه بتجيلنا لوحدها. المهم يعني نخش بقى على القصه اللي فيها شويه ضحك زياده. اللي متابعني في حكاوي الجمعه كويس عارف ان عوني كان بيروح معايا الجامعه، كنا بنروح مع بعض وكنا في نفس الكلاسات، كنا بندرس نفس الحاجه، كنا نفس المجال اصلا وكل حاجه تمام. ففي مره انا وعوني كنا رايحين، انا كنت في الاكاديميه البحريه، كنا رايحين الجامعه وكنا واصلين متاخر على محاضرتنا شويه، وكنا طالعين السلم عشان نروح نلحق المحاضره بسرعه لان كانت عند دكتوره ما بترحمش شويه. المهم واحنا طالعين على السلم قابلنا واحد صاحبنا اسمه ياسر سعيد، وياسر ده وقفنا وقال لنا يا جماعه استنوا انتوا جاهزين؟ فقلنا له جاهزين لايه بالظبط؟ قال لنا دكتوره كذا كذا عامله النهارده كويز مفاجئ، واللي هيجيب فيه سكور وحش هتسقطه. ساعتها انا وعوني بصينا لبعض كده وعملنا فكره 200 اي كيو. احنا لو ما حضرناش الكويز اللي احنا مش مذاكرين له وما جبناش سكور وحش مش هنسقط. وفعلا ساعتها لفيت انا وعوني على السلم من غير ما نتكلم خالص، وطلعنا من الجامعه ورحنا حضرنا السينما، انا فاكر الموضوع ده كويس. المهم دخلنا السينما وخلصناه، وكان عندنا محاضره بعد السينما، يعني هو بعد المحاضره اللي كان فيها الكويز دي كان في جاب، الجاب ده ما بيحصلش فيه حاجه، وبعدين بقى في محاضره ثانيه. فبعد المحاضرتين دول او بعد المحاضره والجاب دول رجعنا ثاني للجامعه، واكتشفنا بقى ان الدكتوره دي كان في حد عمل دوشه في الكلاس بتاعها اللي كان عندها قبلنا، وهي قررت خلاص همتحنكم دلوقتي واللي مش هيجاوب هسقطه، والكلاس اللي بعدكم اللي مش هيجاوب هسقطه. فاحنا رحنا حضرنا السينما، ما حضرناش الامتحان، ما جبناش سكور وحش، وفعلا ما حصلناش اي حاجه من الدكتوره دي، لان اكتشفنا ان كل اللي غابوا هي توقعت ان هم ما كانوش عارفين، فما كانش عندهم اي مشكله في الموضوع. فدي كانت قصه فيها شويه نداله، لان عندنا ناس صحابنا كتير ما قلنا لهمش على اللي بيحصل يعني، بس قصه كان فيها شويه نداله نفدنا فيها بجلدنا شويه من الجامعه. القصه اللي بعدها بقى حصلت في ايام فتره البلاي ستيشن 3 لما كان بقى ايه بدا يزهزه كده ونزلت عليه لعبه هيفي رين. انا بس كنت بتصل بعوني بس بتاكد من شويه تفاصيل عشان القصه اللي جايه دي. المهم بلاي ستيشن 3 كان ساعتها لسه في حموته كده، وكانت لعبه هيفي رين لسه نازله جديده طازه، واللي ما شافش هيفي رين دي كانت على ايامها بقى الجرافيكس واو كده، دي الجرافيكس اللي ما فيش بعدها جرافيكس، دي لعبه لا دول البشر حقيقيين وكل حاجه واقعيه وبتاع. المهم يومها قلت لعوني عوني تعالى عندي بعد الجامعه حبيبي، عايز اوريك لعبه كده جرافيكس مش طبيعيه، اللعبه فعلا اي شخص عنده بلاي ستيشن 3 لازم يلعبها. كان عوني ساعتها عنده بي سي بس ما كانش بيشتري بلاي ستيشن، كان شخص بتاع بي سي وكان كلب جرافيكس، اي حاجه جرافيكس تعجبه. المهم جبت البيت عندي وطلعت البلاي ستيشن من الاوضه بتاعتي وطلعته في الليفنج روم بره عشان كان فيها التلفزيون الاكبر، حطيت البلاي ستيشن في الليفنج روم ووصلته في التلفزيون، شغلته اشتغل زي الفل، حطيت السي دي، اللعبه اشتغلت، اللعبه بتبدا، بقول له بص يا عوني اللعبه حلوه ازاي، وانا بقول كده البلاي ستيشن طلع صوت غريب. ايه اللي حصل بقى؟ اللي ما اعرفش ده كان ساعتها بيحصل ايام البلاي ستيشن الفات اللي هو البلاي ستيشن 3 الاصلي التخين السميك ده، وده السبب الاساسي اصلا ان هم نزلوا بلاي ستيشن جديد بعدها اللي هو بلاي ستيشن 3 الصغير السليم السمول كيوت ده. اللي حصل ان انا جالي حاجه في البلاي ستيشن كانت نادره وقتها اسمها ريد لايت اوف ديث، يعني لمبه النور الاحمر التي ترمز الى الموت. ويومها اللي حصل ان البلاي ستيشن بتاعي حرفيا من كتر جرافيكس لعبه هيفي رين كارت الشاشه بتاعه سخن
وباظ خالص، وعوني عمال بيضحك وانا قاعد عايز اعيط. السي دي اصلا ما ينفعش اطلعه من الجهاز. البلاي ستيشن بتاعي يعني انا كنت ساعتها في جامعه، ما كانش معايا فلوس ان انا اشتري بلاي ستيشن جديد، فما كنتش عارف اعمل ايه. البلاي ستيشن بتاعي باظ، وعمري انا شايفه الكلب عايز يضحك بس ماسك نفسه، لان انا عمال ازله من الصبح باللعبه، واول ما جبت البلاي ستيشن باظ. هو ما كانش مقتنع اصلا بالبلاي ستيشن عامه. بس فبعد ما عوني كده ايه لم نفسه وبتاع، وانا كنت ايه برده لسه اهو بلم نفسي وبتاع بقى، او يعني بحاول ما اعيطش يعني. دخلنا على النت نشوف ايه الحوار، قرينا على النت لقينا ناس كتير عندها نفس الموضوع، لقينا ناس حاطه فيديوهات على اليوتيوب، ولقينا ناس بتقول حلول وبتاع مش عارف افتح البلاي ستيشن وحط فيه واشر. الواشر دي اللي هي بتبقى الورده اللي بتحط ما بين المسمار والحيطه مثلا، او المسمار واي حاجه، واربط عليها كويس والبلاي ستيشن يشتغل كويس. فانا وعوني ساعتها انا فاكر طلعنا شويه ادوات كده من تحت السرير عندي، لان كان عندي تولز تحت السرير، وطلعنا واشرز. فتحنا البلاي ستيشن لاول مره نشوفه مفتوح في حياتنا، حطينا الواشرز وقعدنا نربط عليه، حاولنا نشغله باي طريقه، مفيش اي حاجه نفعت معاه خالص. كان بيشتغل لمده ثانيه بعد كده يعمل تيت تيت تيت، كانت حاجه مزعجه جدا الصراحه. بس فانا بقى يومها كنت مش طايق نفسي خالص، ومش عارف اقول لامي ايه الصراحه، لان انا عارف امي لو قلت لها البلاي ستيشن بتاعي باظ، هي عارفاني ان انا محتاج العب حاجه، محتاج بلاي ستيشن، محتاج حاجه العب عليها عشان اعمل كويس في الامتحانات. انا فعلا كنت كده، لازم ابقى عندي حاجه ترفيه عشان اعرف اركز في الدراسه. بس فكنت مكسوف اقول لامي. في ساعتها خدت البلاي ستيشن وقلت بس انا مهندس، عندي افوميتر، عندي كومبوننتس، عندي حاجات كتير اقدر اصلح بيها البلاي ستيشن، فليه ما اعملش كده؟ جبت البلاي ستيشن حطيته على المكتب بتاعي وفتحته، وبعد كده جبت الافوميتر بتاعي وماسك الافوميتر يا معلم، وبحطه على اول كومبوننت قدامي، ومن غير ما اقصد حركت ايدي كده غلط سيكه صغيره، والله سيكه صغيره. يعني انا اصلا يعني الحمد لله انا مهندس شاطر، انا فاهم انا بعمل ايه، بس ساعتها فعلا ايدي رعشت عشان كنت قلقان، كنت خايف ان انا ابوظ حاجه. بس يا باشا فايدي رعشت هنا، لقيت لك نفسي بفجر دايود ولا كاباستور، مش فاكر كان ايه الصراحه، بس في حاجه في البلاي ستيشن فرقعت عملت صوت عالي، فرقعت في وشي انا الصراحه. فامي ساعتها اتخضت ودخلت فتحت عليا الباب بسرعه، وهي داخله لقيت فيه بلاي ستيشن على المكتب مفتوح، انا ماسك الافوميتر كده وباصص لها، وفي دخان طلع من البلاي ستيشن. قالت لي ايه يا ابني يا حبيبي اللي بيحصل ده؟ قلت لها يا ماما البلاي ستيشن باظ وكنت بحاول اصلحه وبتاع. قالت لي لا ما تعورش نفسك، خلاص مش مشكله، انا هشتري بلاي ستيشن جديد. وفعلا يعني الله يرحمها يعني ما قصرتش معايا خالص، واشتري بلاي ستيشن جديد، ولعبت هيفي رين، وعوني شاف هيفي رين الكلب وعجبته. فدي كانت قصه البلاي ستيشن. اخر قصه معانا بقى النهارده قصه هي فعلا هي فيها اصحابي كلهم، وفعلا قصه كئيبه جدا 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 بالنسبه لواحد صاحبنا اسمه محمد علي، اعتقد برضه شفته في القناه كتير قبل كده. محمد علي كان عنده عربيه ستروين سي 4 كيوت كده، هي واسعه فكانت بتقضينا كلنا، ومن جوه في مساحه كبيره، فكنا كلنا بنروح بيها دايما، لان علي كان ساكن بعيد عني حوالي مثلا 5 دقايق ولا حاجه، فكنت ساعات بركب معاه انا وعوني واحد صاحبنا اسمه احمد علاء وعمرو عادل، وعلي نفسه كان بيبقى سايق، يعني احنا 5 في العربيه. المهم في فتره كده عمرو عادل كان اشترى هو عربيه اصلا، فما كانش بيركب معانا، بس كان لسه جايب العربيه جديد طازه، لسه مش متعلم السواقه قوي. وفي يوم من الايام كنت انا وعوني بنتخانق مين يقعد في الكرسي اللي قدام. انا بقول لكم الكراسي واسعه، فكنت انا وهو قاعدين في نفس الكرسي مع بعض في نفس الوقت، بس الباب اللي من ناحيه الكرسي كان مفتوح على الاخر كده، واحمد علاء كان قاعد ورانا، وعلي كان قاعد جنبنا عمال بيضحك على اللي انا وعوني بنعمله، لان احنا كنا عمالين بنزق بعض وعمالين نشيل بعض، بنحاول نطير بعض من العربيه وبتاع. المهم يا جماعه واحنا كلنا بنضحك في العربيه واصحاب مستمتعين بوقتهم مع بعض، وكل حاجه جميله جدا، وصوت ضحكات لطيف جدا، وكل حاجه ماشيه تمام. سمعنا صوت مرعب جدا. الصوت كان عباره عن باب عالي بيتخبط بالتصوير البطيء وبيتفتح على بره، يعني العربيه لو العربيه كده والباب مفتوح كده، لا هو بيتعمل كده غصب عنه. فاللي حصل ان عمرو عادل كان عايز يروش، وهو شايفنا بنهزر وبتاع، عايز يجيب عربيته يركنها جنب عربيه علي، بس هو ما كانش لسه متعود على ابعاد العربيه بتاعته، فحرفيا طرف عربيه عمرو عادل من الشمال خالص لمس في طرف الباب. وتخيل بقى عمرو عادل بطرف عربيته عمال بياخد الباب معاه كده بالراحه بالراحه بالراحه. وقتها انا وعلي وعوني واحمد علاء كنا باصين على عمرو عادل كده بالظبط. فعمرو عادل اخد الباب معانا للاخر خالص، وعلي قاعد جنبنا. علي ده يا جدعان من اكتر الناس المؤدبه والمحترمه اللي شفتها في حياتي، عمري ما شفته بيتعصب على حد والله العظيم. وانا وعوني قاعدين حرفيا، يعني عوني كان قاعد على رجلي او انا كنت قاعد على رجلي، ومش فاكر مين على رجلي مين، بس تخيل احنا الاثنين قاعدين على رجل بعض، يعني منظرنا اصلا مش تمام، بس باصين كده مخضوضين، يعني اللي هم مركزين في حاجه ثانيه خالص كده، اللي هو ايه اللي احنا شفناه دلوقتي ده. فعمرو عادل الله يبارك له ويطول من عمره، يعني مش يقف هنا، لا لما شاف الباب راح معاه، قرر انها فكره حلوه ان هو يجيب مرشدير ويرجع بظهره تاني. فبدا عمرو عادل يرجع بظهره تاني، وهنا انا وعوني وعلي وعلاء قررنا ان احنا نتكلم عنه، نقول له لا عمرو وقف يا عمرو، وقف يا عمرو، وقف يا عمرو. فعمرو هنا وقف، وبعد كده قلنا له ان هو يبعد عن الباب، ففعلا بعد عن الباب، والباب بقى قدامنا عباره عن شويه حديد كأن حد مضغه وتفه، بجد ما كانش باب خالص. فساعتها انا وعوني كنا حاسين بالذنب انه احنا السبب في ان الباب اتفتح. هو طبعا مش غلطتنا، يعني هو الشارع كان، انتوا مش متخيلين يا جماعه والله العظيم الشارع اللي عمرو عادل خبط فيه في الباب ده ممكن ياخد مثلا 6 عربيات جنب بعض ولا حاجه، يعني الشارع واسع جدا. فانا وعوني كنا باصين كده، رحنا بصينا لعلي كده عشان نعرف، علي هو انت متضايق مننا احنا ولا من الحمار اللي ورانا اللي هو عمرو عادل؟ فعلي بص كده وعمل كده اللي هو اوكي تمام مش هتخانق مع حد، ونزل من العربيه بتاعته
وراح يشوف الباب وحاول يقفله، وانا وعوني لسه على حجر بعض فاهمين، وعلي عمال بيحاول يقفل الباب، وانا وعوني باصين له كده اللي هو تقريبا يا علي مش هيقفل يعني. ساعتها انا قلعت الحزام بتاعي وعلاء قلع الحزام بتاعه، وقفلنا الباب وربناه وفتحنا الشباكين، يعني شباك الباب اللي ورا وشباك الباب اللي قدام. هو شباك الباب اللي قدام اصلا كان مفشوخ اساسا، وعملنا الحزام ما بين البابين، يعني في حديده في النص والباب عملنا كده الحزام حواليه عشان ايه الباب يفضل قافل واحنا في الشارع، لان كنا طالعين على الاوتوستراد اصلا. رحنا على بنزينه عشان نرد الباب او نحاول نقفله باي طريقه، وعمرو عادل جه وكان حاسس بالذنب وكان عايز يدفع ثمن التصليح، بس فعلا علي انسان محترم وما رضيش. ولغايه النهارده كلنا بنزل عمرو عادل بالحادثه بتاعت العربيه المتخلفه اللي هو عملها دي. وبس كده يا اخوانا، دي كانت الحكاوي اللي عندي النهارده، مش عارف كانت حلوه ولا لا الصراحه، اتمنى تكون عجبتكم. في حكاوي تانية مع عوني، هو فكرني بكذا حاجه منهم لما عربيته عجلتها فرقعت واحنا بنحاول نصلحها، وكان في حد مريب بيتفرج علينا وكده. فهحاول اجمع قصص كتيره مع بعض، ولو وصلنا 5000 لايك مثلا هحاول اعملها لكم قريب ان شاء الله. بس المره الجايه مش هيكون حكاوي المتابعين، المره الجايه هحاول اعمل لكم حلقه سبيشال شويه. المهم ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك. اشوفكم المره الجايه، جمعه مباركه سلام مستويه. انا عامل ايدي كده ليه؟ عايزك تعرف اننا كل سعاده وهنا طلعنا ونطينا وعدينا في مجرد سنه، والكل واحد هنا عايزك تعرف اننا هنكمل مع بعضنا والكل هيعرف اسمنا. ولو انت او انت جداد خلونا نفتح الباب واوريكوا اعظم واجمل واحلى ترحاب. هنكمل للنهايه، مليون واحد الغايه والاخر الحكايه.